يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. هاري كين مين يا اهلي؟ كين اللي هو بتاع المصارعه اخو اندرتيكر. كين ايه ده؟ بقول لك كمان فيرفيردي قصدكم محمود فيرفيردي. ايه دي؟ ده هتبقى سواد على الكل. هتعرف كل حاجة معانا النهاردة يا صاحبي. حلقة مليئة بأحداث كتيرة في الزمالك والأهلي. بس حابب قبل ما أبدأ أشكر إخواتي، لو إحنا غبنا يوم يعني أو يومين عن اليوتيوب يسألوا علينا، شكرا ليكم بجد. بس والله سبب الغياب بكل اختصار زي ما قلت لك، اما بلاقيش يعني الناس بتتفاعل، الفيديو بيوصل، الواحد بيكسل. يعني انا مش بقدم لك، مع احترام لكل الناس اللي بتقدم المحتوى من النوع ده، تكه ابدا الفيديو وارص لك وما اعرضش صور ولا فيديوهات ولا اي حاجه وارص الكلام وامشي وخلاص. الموضوع ممكن ياخد بالفعل ما بين 10 دقائق ربع ساعه الموضوع. امال انا الفيديو ممكن ياخد مني ما بين 3 4 ساعات على ما بحضر واجيب لك الصور واجيب لك الفيديوهات واعمل ومنتج وارفع الفيديو. بياخد مني وقت علشان في الاول والاخر بحس ان ده محتوى، انت هنا كده بتقدم محتوى. فما لاقيش تفاعل يا صاحبي طبيعي هتلاقيني مش بظهر كتير. هبقى موجود بس والله هحس برضك زي ما قلت لك ان الفيديو مش هيتشاف، الناس مش هتتفاعل، المشكله في الصور، فبتلاقيني بكسل فبيبقى غصب عني. عموما يلا بقى نخش في الحلقه بتاعتنا عشان مليئه بالفعل باحداث لا موت. صليت على النبي النهارده؟ ما صليتش على النبي؟ لو انت جديد معانا مش مشترك في القناه اشترك في القناه، ويا ريت لو ما عملتش لايك اعمل لايك. يلا نبدا. وتعالى نبدا بموضوع هاري كين وفيرفيردي. هو الموضوع كله اصلا اسقاط على هاني حتحوت عشان خبط في النادي الاهلي، يعني لفه كبيره كده من الكابتن احمد شوبير، حركه صايعه الصراحه، يعني في حته اللي انت ايه ترمي كلام ويروح في ال90. تعال نسمع الفيديو ده عشان في جزء اتقص. ايه ده؟ هاري كين جاي النادي الاهلي وفيرفيردو وما كملوش يعني الاسقاط بتاع الكابتن احمد شوبير. تعال نسمع. هقول لك خبر انفراد بقى، بس اوعى تكدبني، اوعى تكدبني، ومش هقول لك مصدري. الاهلي بيفاوض فالفيردي. ايوه، فالفيردي بتاع ريال مدريد، وفي احتماليه كمان لهاري كين، بس مش هقول لك مصدري. وماشيين كويس. سيد ياسين منصور الحقيقه كان الاسبوع اللي فات في المانيا وفي اسبانيا وفي الخطوات الاخيره عشان يجيب لي 2. لحد هنا يا صاحبي الفيديو اتقطع، يعني لحد هنا كل الناس بقى شيرته، الاهلاويه والزملكاويه اللي عايز يشير. اهدي فالفيردي، هاري كين، انت بتعمل ايه يا اهلي؟ والكلام ده حقيقي؟ انتوا اتغطوا، انت لسه صاحي، انتوا ضاربين ايه؟ يعني الكلام راح في الحته ديت، بس ما فهموش الاسقاط بتاع الكابتن احمد شوبير على ايه. في ناس فهمت وفي ناس رددت وخلاص. تعال نسمع تكمله الفيديو عشان تعرف الكابتن احمد شوبير قصده ايه. ها خبر اهو. طبعا هتطلع تقول شوبير ده مجنون. ما طبعا مجنون لو قلت الخبر ده. قيس على ده بقى اخبار تانية دون ذكر يعني. فهمت القصه؟ فهمت اللعبه؟ الراجل هبد لك هبده مستحيل تحصل عندنا. فالفيردي وهاري كين مين يا ولادكم الشكايه؟ انتوا بتشربوا ايه؟ فهو هبد لك هبده بعيده وقال لك ما حدش يسالني على المصدري. وهنا فكره مصدري ديت واللي قررها كذا مره مين؟ هاني حتحوت. اما طلع قال لك ايه؟ قال لك ان الكابتن محمود الخطيب الفتره الاخيره مهمش ازاي اصلا؟ ويعني وبدليل الكلام الاجتماع الاخير اللي المفروض كانوا هيجتمعوه عشان ضد اتحاد الكوره ما اجتمعوش علشان الكابتن محمود الخطيب مش موجود. فلو مهمش كان المفروض يطلعوا قرارات، فاستنوا الكابتن محمود الخطيب. تاني حاجه هاني حتحوت طلع قال لك ايه؟ في عضو مجلس اداره هنا كان قصده على الكابتن سيد حفيظ زعق للكابتن محمود الخطيب. يا ايه ده؟ يعني الكابتن سيد حفيظ هيزعق للكابتن محمود الخطيب؟ انت شاربه سلوكس. المهم يعني يا صاحبي الاهلي نزل بيان مقاطعه قناه مودرن وهاني حتحوت باي حاجه يعني تبع النادي الاهلي، مصدر اعلامي، حد يعمل معاهم مداخله مقاطعه. ليه؟ جبت المصدر ده منين؟ يعني انت قلت كلام علينا وافتريت علينا، قول لنا المصدر. طب عشان نعرف الشخص عشان نشيله من النادي الاهلي. يا عم هو الشخص ده فاسد وسرب لك كل الكلام ده كله عشان نعرف إيه؟ لا ده مصدري مش هرضى اقول. فبناء على كده الكابتن احمد شوبير لف لك اللفه البعيده ديت وطلع هبد لك اللي هو ايه؟ فالفيردي هاري كين جاي. قول لي مصدرك منين؟ لا مش هقول مصدري، انا براحتي اقول اللي انا عايزه. فعلشان كده فسر لك حته بقى ايه، كل واحد مش يطلع يهبد لك الكلام كده وعلى حسب ما مصادره. ما في مصادر في الاول والاخر كل الناس بتجتهد، بس يبقى في منطق يعني. اما تطلع تقول الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مهمش، ده انت ما قلتهاش على نادي الزمالك اللي فيه 4 رؤساء دلوقتي، يعني انت ما قلتهاش على نادي الزمالك. وفكره ان الكابتن سيد حفيظ يزعق للكابتن محمود الخطيب، فده كلام مش منطقي ايا كان بقى معلومتك. فعلشان كده الكابتن احمد شوبير يعني دي مش كلاحه، ده دي ارتو في ال90 جابها له من حته يعني لعيبه مستحيل تيجي عندنا ارقام
وليفن تاني وحوار تاني. قال لك اهو ده مصادري، تيجي تكلم مصادري انا مزاجي هطلع اقول اي حاجه في الاعلام. فعشان كده الكابتن احمد شوبير زي ما قلت لك لفها له في ال90. دي قصه فالفيردي وهاري كين، وده كان رد الكابتن احمد شوبير بالنسبه على هاني حتحوت. واعتقد النادي الاهلي مقاطع كل حاجه بالنسبه لمدير سبورت وهاني حتحوت. يعني بالبلد كده مصدرك اللي انت كل شويه واجع بيه دماغنا، مصدرك ده تلفه وتحطه في مصدرك. ونخش على اللي بعد كده وتعالى نسمع الفيديو ده. مبروك بجد، الف مبروك لفريق السله طبعا نادي الزمالك. زغرات يا زغرات. الف مبروك لجمهور الزمالك العظيم. الف مبروك يا اختي، مبروك مبروك عليه لك كاس، والله اجيب لك كاس في السله، والله مبروك عليه. هي شيماء الحنه بدات خديها بقى. معاك الباله انت ايه نفسها تبقى ذكر. ايه رزعت قوي ليه كده؟ ده احنا على الفضائيات يا ولادكم الشكاير فاتحيننا في كل حته، مع احترامي والله للاشخاص والسيدات والبنات، بس مش كده يعني، مش كده. ده كاس وسله. واحنا اعتقد انا مش متابع اي حاجه في العاب الصالات مع احترام، بس بلاقي زيرو 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 زيرو، بلاقي الزيروهات كتير. فاعتقد دي بطوله بعد كام سنه ولا مش عارف بعد قد ايه. فمبالغه في الزرغوطه في الاعلام. تم على صفحتك على صفحه ده مش عارف في الاعلام وزغرو. امال لما ناخد الدوري قلت لك جهز شنطتك لعطارد، مش هتلاقي مكان والله على كوكب الارض. اسمع مني، لو خدنا الدوري والكونفدرال شنطتك بدل ما تترحل غصب عنك. بجد والله بالصحاب. يعني انت شايف اللي بيتقدم من اعلامنا كراديو او قناه نادي الزمالك، نادي الزمالك في ناس مبسوطه من الكلام ده، بس انا ما بتكلمش باسم حد، انا بتكلم لشخصي اللي انا بشوفه بالنسبه للقناه وبالنسبه لراديو الزمالك. لا يعني انا بشوف حاجه لا تليق بنادي الزمالك. حتى في معظم ان كان برضو المستشار مرتضى منصور كان على الاقل كان في ضحك بيتقدم. اما اللي انا بشوفه ده يعني ده مش ضحك، ده سخريه من اللي احنا بنقدمه. في فرق ما بين ان انت تقدم كوميديا، كان المستشار بيعرف يقدمها في سياق كوميديا كده بيطلع. ده كان في كل حاجه، كان بيتكلم على التيك توك والفيسبوك واليوتيوب. كان بيتكلم في كل حاجه، فكان في ارتجال في الموضوع، فكان في ضحك. اما اللي احنا بنقدمه ده سخريه، ايا كان اعلامي في قناه نادي الزمالك او راديو الزمالك، بحس ان هي سخريه علشان توصل. علشان الفتره الاخيره اكل عيش الناس اللي بتاكل من قناه نادي الزمالك وراديو الزمالك هي معتمده على المشاهدات اكتر حاجه، علشان الميزانيه داخل نادي الزمالك. حتى ما فيش شاي وسكر يشربهم وقت الفاصل. تعال بقى اللي بعد كده، اخبار السريعه معانا. ما عملتش لايك ماشي. زي ما انت شايف قدامك الاستاذ ممدوح عباس نزل على صفحته، قال لك ايه، حصلت مكالمه ما بين الاستاذ ياسين منصور والاستاذ ممدوح عباس. يعني وعلى فكره هم علاقتهم طويله مع بعض بقى لهم كتير، يعني ده راجل اعمال وده راجل اعمال، فطبيعي يعني يبقى لهم علاقات مع بعض. فمجامله من الاستاذ ياسين منصور اما الاستاذ ممدوح عباس كلمه إيه تيجي الكونفدراليه، ده شرف ليا واجي، يعني كلام من باب الذوق يعني. فبناء على كده الاستاذ ممدوح عباس مسك في الجمله، يلا قام حاططها ونشرها. ساعتها يا صاحبي كل الصفحات كتبت الاستاذ ياسين منصور يحضر نهائي الكونفدراليه في المكسوره وهيتفرج على نادي الزمالك الحقوا. الدنيا قامت ما عادتش. فبناء على كده جه الرد السريع مصدر داخل النادي الاهلي، هي مجامله. كان الرد كده، هي مجامله واحنا في الاول والاخر لنا علاقات مع بعض. فطبيعي ما يقول لي تنور لك كونفدراليه هرد اقول له لا. يعني انت ما بينك وما بين صاحبك بقى ملهاش علاقه ولا باهلي ولا بزمالك ايا كان بقى ايه القصه، فبترد من باب مجامله. وفي كلام بيبقى واضح ايه عزومه مراكبيه. فالاستاذ ممدوح عباس مسك يعني هتيجي ونشرها قدام الناس. فاتفاجئ الاستاذ ياسين منصور وكان الرد مش هيحصل ده. اصلا الفتره الاخيره ما بتشوفنيش في مدرجات الاهلي، فهاجي يبقى يوم ما احضر مدرجات يبقى نادي الزمالك انتوا عايزين تشيلوني من النادي الاهلي. عموما يعني انا شايفه موقف محرج، ويا ريت الاستاذ ممدوح عباس يعني زي ما هو بيدفع وزي ما هو بيعمل مواقف كتير الفتره الاخيره مش اي حاجه تيجي في دماغك تكتبها يعني يا استاذ ممدوح، علشان بجد يعني ما نحطش نفسنا في مواقف بايخه. واعتقد الاهلي اصلا مش ناقص دوشه ولا وجع دماغ الفتره دي. واستكمالا برضك لدوشه الاهلي زي ما انت شايف الخبر اللي قدامك، اعتقد خبر يعني هو محزن للنادي الاهلي، حتى لو هو مش فنيا جامد بشكل كبير. وطبعا قلت لك اي واحد هيجي على الجبهه ديت بعد علي معلول هيتظلم. بالعمري الاصابه بتاعته هتبعده لنهايه الموسم. الاصابه بتاعته زي ما انت شايف قدامك يعني هتستغرق ما بين 3 اسابيع 4 اسابيع. الف سلامه على بالعمري. واعتقد يعني انت شايف الفتره الاخيره ما فيش باك شمال. الاهلي كان بيلعب كوكا، واعتقد كوكا هو اللي هيحل المكان ده الفتره اللي جايه، وهتبقى في مباريات بيراميدز ومباراه الزمالك.
اخويا اخوان، كان الفترة الأخيرة في الماتش اللي كسبونا طلع اخوان من جيبك يا كوكا، نرد الاعتبار. كوكا اللي هيلعب خلاص لنهاية الموسم بالعمر مش موجود، كوكا اللي هيلعب. انا عايز بقى رد الاعتبار ونحط عليهم يا اخويا يا اخوان. اما الخبر اللي بعد كده خبر مفرح لجمهور نادي الزمالك، عودة القائد عمر جابر، عشان كان الماتش اللي فات ما قلت لك اتغير، كان طالع مصاب. الحمد لله تعافي عمر جابر من الاصابه وعودته للمشاركه في المران الزمالك استعدادا لمواجهه بيراميدز. الف حمد لله على السلامه لعمر جابر، وطبعا ده خبر يفرح جمهور نادي الزمالك ما عدا انا. تعال الخبر اللي بعد كده، وده خبر برضك ما يقلش ضحك. هو تصريح يعني الكابتن طارق يحيى بيقول لك ايه، معلومه وليس توقع يعني. معلومه وليس الكلام واضح. الزمالك بطل الدوري والكونفدراليه هذا الموسم. يعني فكره ان انت بتقول معلومه، يعني معلومه ده في كوره يعني، ده القدر بتاع ربنا. جايب المعلومه من كنترول ولا جايب المعلومه دي؟ يا كابتن طارق. امك دي تقرب لك. يا كابتن طارق، يا كابتن طارق بجد يا كابتن طارق. يعني فكره يعني معلومه مش توقع، يعني فكره انت تقول معلومه مستقبليا المفروض الناس بتقول لك اتوقع عشان الغيب بتاع ربنا. يعني هتكفروا علشان كره يا ولادكم الشكايه. ايه معلومه دي؟ ما تتكلم في سياق في سياق الكوره اللي هو توقعي ان الزمالك بنسبه 90 بنسبه 70 بنسبه 50 لسه 50 50. ده توقع علشان في الاول والاخر الاقدر بتاع ربنا. ففكره جايبها منين؟ يعني جايبها من السما الثالثه. هنكفر هنقول حاجات استغفر الله العظيم. فكابتن طارق خلي بالك لما تطلع على ولا اصل الترند، بس ابعد على الحته دي. يعني بقى ماشي ابنك اتجوزت قد ايه بقى لك 3 شهور خلفت ولا ماشي، خليك في الحتت دي. امال بقى نخش بقى في غيبيات وبتاع ومعلوم يعني انا شايف يعني تصريح غير موفق. لف بينا يا دنيا. زي ما انت شايف الخبر اللي قدامك، عارف فكره دوخوني انا منى دوخيني، حط من سيراميكا رجع سيراميكا، حط من كريم الدبيس هيرجع تاني النادي الاهلي ومحمد شكري يرجع تاني سيراميكا. طب ليه؟ يعني هل اصلا كريم الدبيس كان يخرج؟ ده اقسم بالله لما كان علي معلول كان في بعض الماتشات ما كانش يعني مصاب، ايقاف انذارات، الحاجات الواد ينزل ده عمل كام اسيست. يعني هو ستايله باك شمال، هو محتاج بس مباريات. يعني كريم الدبيس ما كانش من وجهه نظري يخرج. ففكره رجع تاني كريم الدبيس ونودي تاني شكري تمام الاول. يعني ايه سياسه دوخيني يا لمونه دي؟ اما الخبر اللي بعد كده علشان في كذا واحد مسؤول في بيراميدز كان عايز ينيمنا بالبلد كده كزمالك جده. اصابه مصطفى فتحي، اصابه الشيبي، اصابه الزلاكه، اصابه مايلي، مش عارف اصابات لا ما فيش الا هو مصطفى فتحي عشان عامل عمليه. كله جاهز، الشيبي جاهز والفخوري جاهز وكلهم جاهزين عشان الناس اللي كانت عندها امل ايوه كده. ده حظ الزمالك بدا ده بيغفلوني. والمباراه اللي جايه ديت اهم مباراه في الدوري كله على كل الفرق، مش مباراه زمالك وبيراميدز بس. ويا ريت المباراه ديت نخلي بالنا فيها في فكره يعني الانذارات. اللي عنده كام انذار يخلي باله من الالتحام، ما يلبسش انذار بسرعه علشان المباريات اللي جايه ممكن بنسبه كبيره مباراه ام بنلبس كمان واحد انذار محتاجينه، يجي مباراه الاهلي ما يبقاش موجود. فنخلي بالنا عشان المباراه دي هتاثر علينا على الدوري كله. فنخلي بالنا اللي احنا ما ينفعش نستقبل الاول. انا مش عايز الزمالك يستقبل الاول عشان ما بيخش فينا الجون في الاول وقصب بيراميدز هنفتح قدامهم، فطبيعي احنا هندافع ونلعب على هجمه مرتده. فيا ريت المباراه دي تعدي على خير. طبعا انا بدات يعني اتشائم شويه عشان مصطفى فتحي كان تميمه الحظ قدامنا. ده كان والله ما بيلعب كان وشه حلو علينا مصطفى فتحي، بس ما علينا. يعني الف سلام على مصطفى فتحي وربنا يكرمنا في المباراه ديت. وتوقعاتك بالصحاب المباراه دي تعادل، فوز للزمالك، فوز لبيراميدز. اما بالنسبه اللي بعد كده تصريح من الكابتن مصطفى عبده، وده دليل على كلامي. قال لك ايه؟ تخفيض عقوبه الشناوي احتراما لتاريخه هو امر مرفوض تماما. موقف اللاعب وتعصبه على حكم المباراه غير مقبول ولا يصح. زي ما قلت لك ده قله احترام، قله ادب، تسميها زي ما انت عايز، ما لهاش تفسير تاني، ما لهاش علاقه بالرجوله. هفضل اعيد والله دي اطار كره القدم. الحكم هيفضل زي ما هو، اللي على حسب بقى انتمائه وعلى حسب ربنا اللي هيحاسبه ايا كان اللي حصل. فما اروحش اما يغلط اقوم راح ضربه بالقلم ولا كده ابقى راجل. ايه الرجوله فيها يعني؟ مش فاهم. ده جزء احنا بنلعب لعبه ايا كان بقى ربنا هيحاسبه بقى باللي بيعمله. ففكره اروح اضربه واقول عليه راجل لا، قله ادب. ولو حصلت من الزمالك حصلت من الاهلي بطلع عليها. فالراجل اهو
كباتن تاريخيين للنادي الاهلي قال لك لا ما ينفعش حتى تخفيض العقوبه. انت كده بتبين للناس طب وريني لو رحت ضربت الحكم هتخفض العقوبه زي بتاع الشناوي ولا لا؟ وريني. تعال الخبر اللي بعد كده واخبار صفقات النادي الاهلي للتحركات بتاعته. زي ما قلت لك الاهلي بيتحرك بقاله فتره، ففي اسماء هتطلع زي ما انت شايف الخبر اللي قدامك. توجاي لا يمانع فكرة الانتقال إلى الأهلي من حيث المبدأ، لكن يشترط الحصول على راتب يصل إلى $1,000,000 سنويا. لكن إدارة الترجي ترفض تماما فكرة بيع اللاعب إلى الأهلي في ظل حساسية العلاقات بين الناديين خلال الفترة الأخيرة بسبب صفقة محمد بن رمضان. أعتقد الأهلي لو ما عندوش مانع يرجع بن رمضان، خدوه. الفترة الأخيرة بن رمضان تحس إن هو انطفى، أسلوب اللعب مش في حاجة غلط لبن رمضان. هو لاعب كويس وإمكانياته كويسة، بس أنت شايف إن كل صفقة الأهلي أو بمعنى أصح يستفسر عن صفقة فيطلع يتكلم في الإعلام. وأنت شايف الفترة الأخيرة في كذا تسريب، منهم تسريبات صحيحة، يعني الأسماء اللي أنت بتسمع فيه أجزاء منهم صحيح. ففكرة إن كل لاعب يجي يقول لك أنا عايز رقم كذا ديت بقت حاجة مستحبة. علشان بكل اختصار أنت ما جبت تريزيجيه وجبت زيزو وجبت بن شرقي وجبت أسماء، يعني في كذا واحد بيقول لك ده ما ده بياخد كذا وده بياخد كذا. ففكره بقى ان النادي الاهلي على طول منجم ده تعالى انا عايز رقم كذا. فديت الفكره اللي كان بيجي النادي الاهلي الفتره الاخيره، كان بيجي عشان البطولات وبرضك عشان جزء من الفلوس، بس مش غرضه الاول والاخير فلوس بس. فعلشان كده السمعه ديت اعتقد المفروض الاهلي يعني الفترة اللي جاية يحاول يقفلها او يلمها بشكل احسن من كده، عشان اللعيبة اللي بتيجي النادي الاهلي الفترة غلطها بس شهرة فلوس، مش غلطها تعمل بطولات بتاع خدت كام مليون خدت كام متابع مش عارف ايه. كفايه جبرك كده، جيت بطولة جيت ما جيتش ريحت دماغي وامنت مستقبلي. فاعتقد الفكرة ديت لازم تتغير، علشان اديك شايف كل صفقة الاهلي يخش يقول لك انا عايز مش عارف كام وعايز كام. دي وجهة نظر. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبك. لو عجبك يا صاحبي قول لي في الكومنتات. لو وصلت معايا للنهايه قول لي برضك في الكومنتات. حابب اشكر الناس اللي بتخلينا كل يوم استمر والله. اما بغيب يعني زي ما قلت لك بيبقى شغاف، وفي نفس الوقت ان انت الفيديو مش بيوصل لعدد كبير من الناس فبيبقى غصب عني، بس والله بحاول اكون موجود علشانك انت، عشان انت بتسال عليا اما بغيب والكلام ده كله. فشكرا ليك وشكرا للناس اللي بتحاول توصل صوتنا. فيا ريت يا صاحبي تعمل لايك، لو جديد مش مشترك في القناه اشترك في القناه، ولو عجبك شيره، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده. سلام.